بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو معاك اي عملة قديمة وعاوز تبيعها اكتب في التعليقات وقول انا معايا كذا وانا هرد عليك واقول لك. كلامنا النهاردة عن واحد قرش الاهرام. واحد قرش الاهرام نحاس. واحد قرش الاهرام نحاس. اللي قدامك في الفيديو ده نفس الشكل ده، هوريهولك اهو، اكبرهولك اهو. شايف؟ بص يا باشا، ده مكتوب عليه ايه؟ واحد قرش الاهرام اهو. جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، واحد قرش. طبعا التاريخ اللي قدامك ده 1984، 1984، 1404 هجري. نشوف ظهر العملة، اوريك ظهر العملة. ده الظهر بتاعه، ده الظهر بتاع العملة اللي معانا. واحد قرش الأهرام اهو، مرسوم عليه التلات أهرامات والعملة نحاس. والتاريخ اللي قدامك ده 1984. ده سعره كام؟ ده ملوش سعر، ملهوش سعر. ليه؟ ليه ملهوش سعر؟ لأن موجود عندي وعندك وعند الناس كلها. طيب ايه النسخة النادرة اللي فيه بقى؟ النسخة النادرة يا باشا بدل التاريخ ده، انت شايف اهو التاريخ، قلنا 1984، تاريخ 1984. النسخة النادرة منه وبتوصل ل 3000 و 4000 جنيه على حسب الحالة، اللي هو مكتوب عليه 1991. 1991 تاريخ، يبقى 1991. ده الإصدار النادر اللي مش موجود وبيتباع بالمبلغ اللي أنا بقولك عليه، من 3000 جنيه ل 4000 جنيه. من 3000 ل 4000، اللي هو واحد قرش الأهرام 1991. أي تاريخ غير 1991 ملوش سعر، ملهوش سعر نهائي. أي تاريخ غير 1991 ملهوش سعر ولا ليه تمن. أما اللي ليه تمن وليه سعر اللي هو 1991. أي حاجة غير كده ملهاش سعر. أي تاريخ تاني ملوش سعر. اللي سعره غالي بكرر اهو 1991، ويكون العملة نحاس مش ألمونيا. نحاس ما هوش ألمونيا. ده اللي سعره بيوصل ل 4000 جنيه. كل حاجة على حسب حالتها زي ما انت عارف، كل حاجة بتتباع على حسب الحالة بتاعتها. أما اللي قدامك ده 1984 ده ملهوش سعر، ملهوش سعر. فأنت لو معاك التاريخ 1991 ومكتوب عليه واحد قرش جمهورية مصر العربية، هتقدر تبيعه بالمبلغ اللي أنا قلت لك عليه. وأماكن البيع معروفة للجميع، المواقع، الأسواق الحرة، جروبات الفيسبوك. تمام؟ اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.